رحال ديزاينز دلوقتي وصلت لدبي، امتى قررت انك تتوسع في الامارات؟ قلنا بقى نيجي من بلد الحضارة مصر لبلد المستقبل هنا دبي، خد بقى تجربة جديدة وتحدي جديد. رحال ديزاينز كايرو يعني قطعنا شوط كبير جدا وشوط طويل جدا، هو خلاص بقى عندنا سيستم داخلي وبقى عندنا حاجات كتيرة جدا، خلاص الشغل بقى هو بيدخل لوحده وبيطلع لوحده، وبقى فيه جودة وبقى فيه ناس مركزة وعارفة هي بتعمل ايه وبتشتغل ازاي. فانا بقى الفترة الأخيرة دي قلت ادور على تحدي جديد في بلد جديدة. فهنا في دبي انت بتنافس العالم، لان انت عندك هنا اكتر من 200 جنسيه، فبالتالي انت عندك اختلاف في كل حاجه، في العملاء مختلفين، في المهندسين اللي شغالين معاك مختلفين من جنسيات مختلفه، الصناعيه اللي شغاله جنسيات مختلفه. لكن عندك هنا ميزه قويه جدا، وهي ان انت عندك ماتيريالز كتير قوي، لدرجه ان انت لو في ماتيريال انت حاببها ومش موجوده بكل سهوله تعرف تجيبها من اي حته في العالم. لكن بتلاقي بقى صعوبات تانية، ان انت بتعامل كالتشر مختلفه، اللي هو لو انا عندي فيلا في مصر فانا هعمل ريسبشن وهعمل غرفه بحمام، وهعمل حمام، وهعمل ممكن امريكان كيتشن، بس كده. هنا في مجلس نسائي ومجلس رجالي، اي نعم مش مختلفه كتير، بس انت بتدخل بقى تحديات تانية، بتشوف ناس عايشه في بيوتها بطريقه مختلفه. فانا شايف الموضوع ممتع قوي، وانا متحمس للتجربه دي بشده، وان شاء الله رحال ديزاينز دبي تبقى مختلفه وتبقى قويه جدا ان شاء الله الايام اللي جايه والشهور اللي جايه ان شاء الله. باذن الله انا مستنيه الافتتاح، ان شاء مستنيه الله اشوف الخطه التسويقيه الجامده ان شاء الله هنا في الامارات باذن الله.